وحشتوني والله العظيم، وحشتوني قوي قوي قوي. انا من بعد حفله التخرج مش عارفه ابقى معاكم خالص، ومش عارفه اتكلم معاكم في اي حاجه، ومش عارفه اطلع لكم خالص، لان من بعد حفله التخرج على طول وانا تعبانه. بس الحمد لله الحمد لله، يعني افتكر ربنا رحمه، واحنا احسن من غيرنا كتير. بس انا عايزه النهارده ابقى معاكم بصراحه ونتكلم في كذا حاجه. عايزه اقول لكم المنتج اللي انتوا بتسالوني عليه كتير قوي قوي قوي، بتاع هو زياده الوزن، ان انت تقدري وزنك يزيد عليه. كنت كلمتكم عليه قبل كده من فتره كبيره. هو من توبي ليدي. ناس كتير جدا جدا خدته، وبلوجر كتير جدا خدوه وزنهم زاد عليه. يعني ما تخشوا على الهايلايت هتعرفوا مين عندهم يعني. فلو حابين النهارده نتكلم عنه، والبنات اللي حابه تزيد وزنها والكلام ده كله قولوا لي، وانا ما عنديش اي مشكله. انا بصراحه عايزه ارغي في حاجات كتير قوي 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 النهارده، فقولوا لي لو عايزين يعني نتكلم عليه. يلا بينا. بصي، كان نفسي افيدك بجد، بس انا مش عامله فيها اي حاجه. يعني انا واخداها من صاحب الشقه كده، هو مشطبها سيراميك وبياض وكل حاجه، انا بس حطيت عفشي، فاهماني؟ يعني حطيت عفشي فيها، انما انا ما عملتش فيها اي حاجه غير بس ظبطت رخامه المطبخ وعملت شكل المطبخ اللي انا عايزاه وفرشت الفرش اللي انا عايزاه. بس انما هي واخداها منه متشطبه. ان شاء الله اقدر افيدك المرحله الجايه بحاجه يعني حلوه. طيب بعد اذنكم بقى، كل اللي بيشوف الستوريز دي يدعي الالاء، ندعي لها يا رب يا رب كده، ان ربنا يرزقها بالذريه الصالحه، والتحاليل تطلع كويسه، والحقن يبقى تمام وكل حاجه. وان شاء الله ان شاء الله يا الاء، يعني لو جبتي بنوته ابقي سميها ليلى. انا هبقى عايزه العالم كله يسمي ليلى. انا ما اعرفش والله العظيم بصراحه. أنا يا جماعه اي كل ما بشوف بوست على الفيسبوك او اي حاجه مثلا وعاملين بوت وبيسالوا عن اسم بنت ليلى في الكومنتات كلها، ليلى سمي ليلى، اسم ليلى حلو قوي. طب ما انا الاكونت اسمه ليلى طبيعي، بجد تخلف. بس ان شاء الله ربنا يرزقك ببنوته وتسميها ليلى بس كده. طب يا ستي، انا هقول لك كل حاجه، هقول لك كل المعلومات بجد بتاعت اكس لارج للبنات اللي عايزه وزنها يزيد، للبنات اللي عايزه وزنها يزيد. طيب احنا هنجيبه منين؟ هنجيبه من توبي ليدي، علشان يا جماعه ما فيش اي بيدج تانية انا بعلن ليها عن منتجات لزياده الوزن غير توبي ليدي بس. يعني 100 بيدج كلمتني بجد، بس انا ما جربتش غير ده. انا مش هعلن عن حاجه غير انا مجرباها. انا بنزل لكم عنها بقالي كتير قوي قوي، داخله في سنه وشويه، تمام؟ فدي اللي انا عارفاها. بصوا هو عباره عن ايه؟ عباره عن شوكليت، وعباره عن مكسرات، وعباره عن حاجات كتير جدا. طب انا لما اخده هيتخني بس وهحس بخمول؟ لا، وفي حاجات بتدي باور للجسم. هو مرضى السكر بس اللي ما ينفعش ياخدوا توبي ليدي. طيب تمام. هو عباره عن ايه؟ زي قلت لكم عباره عن شوكليت كده. بصوا انا بحب طعمه جدا، طعمه حلاوه مع شوكولاته مع مكسرات، حلو قوي. بناخده على كوبايه ميه او كوبايه عصير. بقى طعمه اقعد اكله دلوقتي كله. طيب تمام. ممكن بقى نتكلم عن سعره. بجد سعره حلو جدا، سعره مناسب لاي حد في الدنيا بجد. يعني سعره مناسب وحلو بطريقه مش طبيعيه. طب يا ليلولا، انا عايزه اكبر مناطق الانوثه في جسمي، هقول لك نستخدم الكريم ده. الكريم ده حلو جدا. عايزه اقول لكم يا جماعه، اي حاجه بكلمكم عنها ما فيهاش اي كورتيزون. انه الفكره ان هم بيستخدموا في المنتجات بتاعتهم زيوت، بيستخدموا فيهم تركيبات طبيعيه، تركيبات طبيعيه. نحط تحت دي 100 خط. هم عندهم المعاصر نفسها بتاعه الزيت. يعني هم مش بيروحوا عند حد يقولوا له احنا محتاجين زيت كذا، لا، هم عندهم المعاصر نفسها بتاعه الزيت اللي بيستخلصوا منها، يعني النباتات والكلام ده كله هم اللي بيستخلصوا الزيوت بنفسهم. فما تقلقوش نهائي نهائي نهائي. فانا يا ليلى لو خدت كريم تكبير مناطق الانوثه ده، وخدت كريم الاكس لارج، انا هاخد معاهم ايه هديه؟ الاوفر ده انا جايباه لكم بطلوع الروح والله العظيم من عندها. هتاخدوا بديل الفيلر ده هديه، تدهنيه على وشك، تدهنيه على شفايفك، على خدودك يعني، فبيعمل لك كده زي ما انتوا شايفين. فالكريم ده حلو جدا يا جماعه. انت لو محتاجه اي حاجه من دول لوحدها، بس انا محتاجه مثلا الكريم بتاع تكبير الخدود، الكريم بتاع تكبير الشفايف، فانا هاخده لوحده. لو انا محتاجه الكريم بتاع تكبير مناطق الانوثه، فانا هاخده لوحده. محتاجه اكس لارج اللي بيتخن، فانا هاخده لوحده. بس انا بقولك عشان تستفيدي بالباكج كامله، هتاخدي الاثنين دول مع بعض، وده هيبقى هديه فري، مش تدفعي حقه. اللي هو ليلولا مدلعاكوا دلع محدش اتدلعوا قبل كده والله العظيم يا جماعه. انا بجيب لكم اوفرات خطيره محدش بيجيبها، تمام؟ فما تقلقوش خالص. زي ما قلت لكم، ما فيهوش اي مواد كيميائيه، ما فيهوش اي كورتيزون، ما فيهوش اي حاجه تنفخ الوش وتخليه شكله غريب عن جسمنا او عن شكلنا خالص. لا، هو كله زي ما قلت لكم شوكليت ومكسرات وحاجات حلوه وكاكاو. طعمه اصلا حلو، هيخليكي اصلا تحبيه. يعني انا والله العظيم في كل فتره كده بشتاق كده واعمل لي كوبايه بتاع الموضوع حلو. فكلموهم واسالوا عن الاوفر، وبجد هتبقوا مبسوطين جدا.